وفعلا استنيت دوري ساعة ونص بحالهم، شايفة الستات داخلة وخارجة، وكل واحدة شكلها جايبة حاجة وراجعة بحاجة تانية. فضلت أقول لنفسي يا ترى هو بيعمل لهم إيه؟ ده أكيد في سر ورا الموضوع ده. طب لما أشوف هيعمل معايا إيه؟ وأخيرا جه دوري ودخلت. أول ما شفته اتفاجئت جدا، الراجل كان أفريقي قوي، شكله غريب عليا، بس قلت خليني أجرب. أول ما نمت على السرير وبدأ يعمل لي المساج حسيت براحة غريبة، كأن جسمي كله بيتفك وعظمي بيرتاح وأعصابي سايبة خالص. الراجل بدأ يحط الزيوت ويعمل حركات ما شفتش زيها قبل كده، وكنت حاسة إنني في عالم تاني. اندمجت مع المساج لدرجة إني نسيت إنه شخص غريب عني، وبصراحة حسيت براحة ومزاجي كان عالي جدا لدرجة كنت نفسي أخده معايا البيت. مرحبا بكم يا أحلى متابعين. النهاردة معانا قصة جديدة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من حكايات هند. صاحبة القصة بتقول: أنا سناء، عندي 32 سنة، مطلقة وعايشة لوحدي. من ساعة ما اتطلقت وأنا منعزلة في البيت، لا بخرج ولا بعمل حاجة. جارتي اللي جنبنا هي الوحيدة اللي كانت بتزورني من وقت للتاني. بصراحة كانت مهتمة بنفسها جدا. أنا كمان كنت مهتمة بنفسي، بس كل اهتمامي كان جوه البيت. في يوم صحيت من النوم وظهري وجسمي وجعني جدا، ما كنتش قادرة أقف على رجلي. فضلت أقول يا نهار أبيض، شكلي محسودة ولا إيه؟ وأنا في الحالة دي جرس الباب رن. فتحت لقيت جارتي داخلة بتقول: إيه يا سناء، مختفية كده ليه بقالك يومين؟ قلت لها: مش قادرة يا أختي، ظهري وجعني وجسمي مكسر. فضلت تضحك وقالت: هو إيه ده؟ انتي رتبتي لجوزك تاني ولا إيه؟ قلت لها: لا يا أختي، أنا خلصت منه خلاص، شكلي بس أخدت برد وأنا نايمة قدام المروحة. قالت لي: طب اسمعي، أنا عارفة حل يخليكي زي الفل، ليكي في المساج. بصيت لها باستغراب وقلت: مساج؟ إيه المساج ده؟ قالت: يا بنتي يعني حد يفك عظامك ويريح جسمك. أنا عارفة مكان شاطر جدا، الراجل ده إيده تتلف في حرير. قلت لها: ماشي، مش خسرانة حاجة، بس المكان ده بعيد. قالت: لأ قريب، أنا هحجز لك ميعاد وأوصلك بنفسي. وفعلا تاني يوم الصبح لقيتها عندي مستناني. خرجنا ورحنا المكان. أول ما دخلت المكان كان هادي وفيه ريحة بخور مريحة للأعصاب. قعدت شوية مستنية دوري، والستات داخلة خارجة وكل واحدة شكلها مرتاحة جدا. لما جه دوري دخلت وقابلت الراجل. أول ما شفته كنت متفاجئة. الراجل كان أفريقي قوي وشكله مختلف عن أي حد شفته قبل كده، لكن قلت خليني أجرب وأشوف. أول ما نمت على السرير بدأ يحط الزيوت ويدعك عضلاتي. حسيت بجسمي بيتفك حتة حتة، وراحة ما بعدها راحة. كنت حاسة إني في عالم تاني، وفعلا نسيت الدنيا كلها. لما خلصت كنت مرتاحة جدا ومبسوطة بطريقة ما حصلتش. رجعت البيت وأنا حاسة إني إنسانة جديدة. جارتي كانت مستنياني عند الباب وبتسألني: إيه الأخبار؟ ضحكت وقلت لها: بجد أنا كان لازم أعمل كده من زمان. جارتي قالت لي: إيه اللي سكتك على نفسك كده؟ في جيم جنبنا وجايبين واحد أفريقي جديد شاطر قوي في المساج، تعالي جربي. بصيت لها وقلت: يعني إيه اللي يوديني للراجل يعمل لي مساج؟ ده عيب وأنا اتكسف. قالت لي: تتكسفي إيه بس؟ ده شغل، مش هيعملك حاجة. وبعدين اسمعي كلامي، روحي جربي وهتدعيلي. أنا لسه جاية من عنده امبارح. الراجل ده لسه جديد، وكنت زيك قلقانة في الأول، لكن البنت اللي هناك قالت لي جربي وعلى ضمانتي. وفعلا دخلت، ومن ساعتها وأنا بدعيلها وعايزاكي انت كمان تدعيلي. فضلت تلح عليا لحد ما قلت ماشي خليني أجرب. لبست العباية ونزلت على الجيم اللي في أول الشارع. لما وصلت طلبت من البنت اللي بتحجز إني عايزة أجرب المساج عند الراجل الأفريقي ده اللي كل الناس بتتكلم عنه. استنيت دوري حوالي ساعة ونصف، والستات داخلة خارجة. كنت قاعدة أقول لنفسي هو بيعمل لهم إيه علشان يخرجوا كده مرتاحين؟ ده أكيد شاطر. طب لما أشوف هيعمل معايا إيه؟ لما جه دوري ودخلت، أول ما شفته اتفاجئت. الراجل كان أفريقي جدا، شكله غريب ومختلف، لكن قلت خليني أشوف. أول ما نمت على السرير بدأ يحط الزيوت ويفك العضلات، وكنت حاسة براحة غريبة. عظمي كان بيفك وأعصابي سايبة خالص. الراجل ده كان شاطر بطريقة مش طبيعية، واندمجت في المساج لدرجة إني نسيت الدنيا كلها، وحتى نسيت إنه راجل غريب عني. لكن في نص المساج حسيت إنه بيعمل حركات غريبة شوية، وبدل ما أوقفه لقيت نفسي مكملة ومبسوطة.
خلص المساج وبصيت له وقلت له: انت يا سمكي بتفهم عربي؟ رد عليا بعربي مكسر وقال: ايوه انا افهم. قلت له: طيب مالك شادد حيلك عليا كده؟ انا مش قدك. ضحك ومكملش كلام، وانا قمت اخدت دش صغير ورجعت البيت. لقيت نفسي مش قادرة انسى اللي حصل، وفعلا حسيت براحة وكنت مبسوطة جدا، لكن في نفس الوقت مش عارفة افهم اللي جرالي. رجعت البيت بعد الجيم ووشي مورد ومزاجي زي الفل، وعمالة اضحك من قلبي. وانا قاعدة كده لقيت جارتي داخلة عليا. اول ما شافتني قالت: ها يا سناء، حصل ولا ما حصلش؟ بصيت لها وانا مكسوفة وقلت: اسكتي يا بنتي، اللي حصل حاجة ما كنتش متوقعاها. أول ما شفت الراجل اتخضيت، لكن بجد هو شاطر بطريقة ما تتوصفش. ردت عليا وقالت: ما أنا قلتلك روحي وجربي وعلى ضمانتي، وكنت متأكدة إنك هترجعي تدعي لي. قلت لها وأنا بضحك: دعيتلكي فعلا، بس أنا عندي مشكلة كبيرة دلوقتي، أنا عيني منه وعايزة أتجوزه. بصت لي وهي مستغربة وقالت: يا بنتي إزاي الكلام ده؟ مش هينفع. قلت لها: ليه مش هينفع؟ الراجل شاطر ومحترم وأنا قلبي متعلق بيه. قالت لي: بصي الموضوع مش سهل، وبعدين ما كلمتيش معاه ليه وانتي هناك؟ قلت لها: بصراحة كنت نفسي الخير ده كله يبقى ليا لوحدي. الستات داخلة خارجة عليه وأنا قلبي بيولع، ولما جيت أكلمه قال لي: نو 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 نو. قلت له: نو نو براحتك، وسبته ومشيت. ومن وقتها وأنا تايهة، بقيت أروح الجيم كل شوية، مش علشان حاجة، بس علشان أشوفه. هو بصراحة شاطر بطريقة مش طبيعية، واللي بيعمله في المساج حاجة محدش يقدر عليها. بس مشكلتي إني عايزة أخليه يتجوزني ومش عارفة أبدأ إزاي. ياريت أي حد عنده فكرة أو نصيحة يقولي أعمل إيه. هستنى تعليقاتكم، وأكيد هسمع كلامكم. كل رأي منكم بيفرق معايا، وما تنسوش تكتبولي اقتراحاتكم وأفكاركم في التعليقات. مستنية كلامكم دايما. كانت معاكم هند.